الفريق. تفضل. دائما ابو بدر اذا اتت الخسائر اتت المشاكل. الكره ملعوبه وخطيره امام المرمى، امام مرمى الهلال. جول جول، اول اهداف هذه المباراه لصالح صفاقسي. الدقيقة 7 على الشوط الأول من المباراة تعلن عن تسجيل الهدف الأول لصالح صفاقسي. كرة خطيرة من الأساس كانت ملعوبة، كرة من الأساس كانت ملعوبة. شوف مرة ثانية، شوف مرة ثانية، شوف مرة ثانية، استقبال وتقدم ومرور أول ومرور ثاني وانفراد وكنترول جيد أيضا أمام دعيع، والكرة في مرمى دعيع، والهدف الأول لصالح صفاقسي. شوف مرة ثانية، حلوة 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 ملعوبة. بنزا اللاعب الدولي اللي هو من الكونغو يحرز أول أهداف هذه المباراة لصالح فريق صفاقسي. حلوة الكرة ملعوبة، لاحظ النقل الأولى ولاحظ المرور. بنزا يتقدم أولا بالرأس وثانيا بالقدم وثالثا كنترول جيد. ما سدد الأولى، سدد الثانية مباشرة وانفرد بمحمد دعيع، وكان الهدف صفاقسي اللي يبدأ هجوم بوسط اسكندر سويح. سويح إلى الأمام، كرة ما في شيء، هذه بتنحط 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 بتنحط. يا سلام، ضاعت. يا سلام، حلوة حلوة حلوة، فرصة مؤاتية لإضافة الهدف الثاني لصالح صفاقسي. كرة ما في شيء على الإطلاق، انفراد وجها لوجه. شوف 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 مرة ثانية، شوف مرة ثانية، لاحظ معي مرة ثانية الانفراد بحارس المرمى دعيع، ودعيع تابع، وهذه ميزة دعيع في هذه اللقطة، تابع دعيع وأنقذ مرماه بالفعل من هدف لصفاقسي كاد أن يكون الهدف الثاني. تأخر حاتم الطرابلسي في الكرة. نعم، يعني أول ما انفرد كان يفترض أنه يلعبها مباشرة. تقصد الآن؟ الآن نعم، يعني الآن لو لعبها قبل ما يمشي. هو انحرف طبعا واصبح في زاويه صعبه، وتابع طبعا محمد دعيع، ولكن ملعوبه عاليه امام المرمى، ولكنها تصل مره ثانيه الى فريق صفاقسي اللي يتعرض لضغط الان افضل من الشوط الاول من المباراه. هذه كره هلاليه اخرى وتسديده قويه والكره في المرمى. جول، هدف هلالي مبكر مع بدايه الشوط الثاني من المباراه. سامي الجابر اولا من التمياط على طول الى سامي الجابر. سامي على طول قويه في مرمى البدوي، والهلال يتمكن من تسجيل اول اهدافه. شوف مره ثانيه، حلوه حلوه حلوه، كانت ملعوبه حلوه، طلب الكره كان سليم، التسليم الكره كان سليم من نواف، والنهايه كانت سعيده ايضا للهلال. شوف الاولى هذه الاولى من التمياط، وسامي قويه في المرمى ويحرز اول اهداف الهلال. صفاقسي يهاجم الان، والمباراه راح تاخذ منحى اخر الان، راح تاخذ مزيدا من طابع الاثاره. الجيش السوري والنصر السعودي، هذه النتيجه التعادل بهدف لهدف تعطي للنصر افضليه ابو بدر. طبيعي تعطي للنصر الافضليه، على اعتبار انه اذا مجرد التعادل مع فريق الجيش سيعطيه لقب البطوله، باعتبار فارق الاهداف هو لصالح فريق النصر. نعم، إذا ربما يحدث ذلك، ولكن يعني أمام الفريقين متسع من الوقت. يعني الفريق صفاقسي، الفريق الهلالي، لم نشاهد أي من الفريقين يلجأ إلى الدفاع مثلا. المباراة مفتوحة لكلا الفريقين، فرصة يعني في هذه الأحوال الفريق الآخر اللي هو صفاقسي جالس يعطي الهلال فرصة للعب، والهلال يلعب الآن في الشوط الثاني بروح ربما أفضل من الشوط الأول، وخاصة أنه هو تمكن من تسجيل هدف التعادل. كرة في الملعوبة في الجهة اليمنى وهجوم هلالي آخر، التهيئة تنحط. جول آخر للهلال في غضون 10 دقائق. يسجل الهلال الهدف الأول ويسجل الهلال الهدف الثاني. شوف مرة ثانية على طول الكرة تنحط على ما يبدو. شوف مرة ثانية، انطلاقة ولا أروع من الجهة اليمنى من الملعب. الكرة مرت من سامي وصلت إلى الشلهوب، والشلهوب والله من هذا الوضع اللي نشوف أنها فرصة تسجيل هدف ثالث للهلال جائزة واردة. يلا الثالث، لا يعني فرص كالمطر.
يعني فرصة التسجيل. احنا من هذا المكان ابو بدر يعني كاشفين الملعب، عدل الفرص والتحرك. شوف 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 فرصة وراء فرصة، فرصة وراء فرصة، وكل الفرص ضائعة للهلال، لم يستفيد إلا من محاولتين، وبالتالي بقت النتيجة هدفين مقابل هدف واحد قبل النهاية بحوالي 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني. حلوة من سامي، حلوة من سامي، مر عن هدف لصالح الهلال. سامي الجابر يتخلص من لاعب ويتقدم ويمر، مر من يلا حطها، بلنتي بلنتي بلنتي، ضربة جزاء لصالح الهلال. تنفس الصعداء صفوة سوزج، تنفس الصعداء، وطبعا على الفريق الهلالي اللي يضاع مجموعة. شوف 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 أين وقعت الحادثة. وقعت الآن وعرقل سامي الجابر، ضربة الجزاء لصالح الهلال. أعتقد جول ولا لا أبو بدر؟ والله بس لحظة بس. جول ثالث لصالح الهلال. الهدف الثالث يأتي للهلال، والأهداف الهلالية كلها في الشوط الثاني من المباراة. روني يتمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح الهلال من ضربة جزاء ثانية في هذه البطولة. الأولى كانت لصالح صفاقسي، والثانية للنصر السعودي أيضا أراء. وهذه كرة خطيرة أمام المرمى، تنحط الكرة يبعدها، حلوة، يا سلام يا سلام، على بعد ياردة واحدة. يعني الهدف ممكن يفرق. احنا نقول طالما في حياة في امل، وطالما في امل تلعب على هذا الامل. والهلال الان يعني الوضع راح يتغير. شوف مرة ثانية، شوف مرة ثانية الكرة اللي تلعب يحولها دعيع الى ضربة ركنية لصالح صفاقسي. الضربة الركنية لصالح صفاقسي، وكرة خطيرة. لاحظ عاد بالعرض البطيء مرة أخرى لهذه الكرة، وممكن الآن في الوقت حتى بدل الضائع. شوف هناك في سامي روح عالية من الفريقين رغم النتيجة الآن. نعم هذا صحيح. والنزان يحولها، عطها سامي بس، عطها سامي جول رابع لصالح الهلال. الزعيم، هذا هو الزعيم لم يكن في الشوط الأول، ولكنه كذلك في الشوط الثاني من المباراة. هذا هو الهلال، وهذا هو الفريق الأزرق، وهذا هو مستوى سامي الجابر الحقيقي، يخرج ويبان أمامنا. برافو النزهان، وكرة جميلة جدا الحقيقة، مثالية للغاية، وصلت إلى سامي ما لاعب على طول، يحرز الهدف الرابع للهلال، والهدف الشخصي الثاني له في هذه البطولة كلها في مباراة واحدة. حلوة كانت من النزهان، وحلوة أيضا من روني، والأحلى من سامي. وسامي يحط الهدف الرابع لصالح الهلال. 4 أهداف هلالية، هذا هو أعتقد المستوى الحقيقي. كلمة أخيرة، أعتقد أن مباراة الجيش والنصر هو طبعا أمل الهلال في أن تنتهي بالتعادل، لكن الآن لم يكن خيارات أمام الجيش إلا أن يفوز، وليس أمام النصر خيارات أيضا إلا أن يفوز، لأن التعادل لا يخدم فريق النصر، وبالتالي ستكون المباراة بين الطرفين لابد من فائز. فأعتقد في هذه الحال لابد من تسجيل أهداف، وهنا قد يكون صعوبة الموقف على الهلال. عموما علينا أن ننتظر من إثارة إلى أخرى، من إثارة هذه المباراة التي شهدت تسجيل 5 أهداف، 4 للهلال وهدف لصفاقسي التونسي. الإثارة قادمة ومستمرة عبر أوربت ESPN، القناة الرياضية والقناة الإعلامية، في مكان آخر وفي موقع آخر بانتظارنا الزميل محمد السقا. برضو الحمد لله يعني خدمنا التعادل يعني في المباراة الثانية، وما يصح الا الصحيح على ما يقولون. احمد اسالك ليش تم تغييرك في الشوط الاول في المباراه؟ والله اول شيء يعني قبل وانا بالتسخين كنت احس يعني